اهلا بيكم في مقارنه احسن فراخ مشويه على الفحم. النهارده معانا اقدم 4 مطاعم بيعملوا مشويات. معانا النهارده الجنايني وشراره وقصر النيل وبوابه دمشق. بوابه دمشق ما هوش مطعم سوري، هو مطعم يعني على اسم سوري كده، بس هو مطعم بيعمل مشويات مصريه. يعني دولت اقدم 4 مطاعم ايام زمان، ايام ست وسيدك، اللي هم يعني ايه بيعملوا الاكلات الحاتي، كفته الحاتي والمشويات وكده. فقلنا بقى النهارده هنجرب من ال4 مطاعم احسن مقارنه فراخ مشويه على الفحم. هنقارن من حيث السعر والجوده والوزن كمان. جايبين ميزان النهارده. يعني النهارده يا جماعه بقى صارفين ومكلفين. وصلوا الفيديو ده ل 5000 لايك ويلا بينا عشان انا متحمس. يلا بينا. معانا النهارده اول مطعم الجنايني. بص هو يعني دي السلطات بسم يعني. الله الرحمن الرحيم. بص يا جماعه، انا عايز اقول لكم يعني ايه دليل ان المطاعم دي قديمه قوي، ان الجنايني مش عامل لوجو لنفسه، يعني حاطط في كيسه بيضاء. ده طحينه، سلطه عاديه، هنا 3 اكياس عيش، وهنا برضو طحينه ومخلل. ماشي. هنا 3 اكياس، في كل كيس فيه 3 رغيف، مغلفه بورق سلوفان ومحطوطه في طبق فل اللي هو الابيض. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بس بسم الله ما شاء الله كبيره. وادي معانا يا جماعه، ده الورك طبعا وتحتيه الصدر، بس الورك شكله بسم الله ما شاء الله كبير، حاسس ان هو طويل زي ما يكون ورك نعام. ورك ديكرومي كده، تحس انه ورك ديكرومي. وهنا الصدر، لا بس الفرخه كبيره ما شاء الله. تحس بقى ان ايه المشوي بتاع زمان. بص بقى احنا هنعمل بقى ايه، هنوزن. ماشي. يعني هنوزن كل نص فرخه، هنشوف وزنها قد ايه. هو ده الكلام المظبوط. نوزن نشوف الوزن. الورك 166 جرام. حط يا باشا كله على بعضه كده. 427 جرام. يعني هنقول مثلا تقريبا نص كيلو الا 73 جرام. صح كده؟ بالظبط. يعني هي لو فرخه كامله كانت ممكن تبقى يعني ايه كيلو لحاجات بسيطه. لحظه السعاده اللي الواحد بقى بيدوق كده يعني. فكره الافتراس، خلق لا يفترس. هنفتح بقى السلطه. نبدا بيه الاول، نبدا بالصدر ولا نبدا بالورك؟ احنا هنجرب ديت ودي. ماشي. نجرب كده ايه. انا مستغرب الورك هو عامل ليه كده الصراحه يعني. نبدا كده. طويل قوي مش عارف ليه. بص انا عايز اقول لكم ان هي سخنه. اوكي. انا هدول اول من غير عيش. يلا دو معايا يلا. بسم الله. بصوا هي سخنه، هي لسه جايه سخنه يعني، بس يعني ايه تتبيله مش عارف، مش حاسس بتتبيله الصراحه. ما فيهاش طعم فحم جامد يعني، بس هي إيه من ناحيه الزفاره ما فيش فيها زفاره نظيفه، ما فيش فيها دم، ما فيش فيها اي حاجه، بس انا مش حاسس بتتبيله. طب نحط بالطحينه. نعمل كده بالطحينه ظبطت شويه. طب نجرب الصدر. ماشي. نخش على الصدر. بصوا حجم الصدر كبير. هي فرخه كبيره بس ما شاء الله. قدرومه. الفراخ من جوه نظيفه، مفيش فيها دم. ونقول بسم الله. بسم الله. هي انا مش حاسس ان هي فيها طعم فحم جامد يعني. هي مشويه على الفحم صح؟ الفحم كله فحم. بس فعلا يعني ايه مش حاسس التتبيله بتاعتها ضعيفه خالص. التتبيله ده، لكن هي مش ما فيهاش دم ولا اي حاجه. ما هي لو عملنا كده بقى شغل الحاتي. هو احلى حاجه ان هو طبعا ايه، حاطط بصل وحاطط طماطم وكده. التتبيله اللي فوق بقى اللي بالخضره دي بتظبط بقى الطعم اكتر يعني. ونغرق بقى بالطحينه يا باشا. طحينه. بسم الله. بسم الله. مش حاسس بطعم التتبيله، مش حاسس بطعم الفحم فيها. بص هو حجم فرخه حلو كبير. ما هيش محروقه. الفراخ طريه، ما هيش ناشفه. ما فيهاش زفاره ولا فيها دم، بس التتبيله بس ضعيفه جامد. التتبيله ضعيفه خالص، تتبيله ضعيفه قوي قوي. ويلا بينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. نخش على تاني واحد معانا هو شراره يا جماعه، وهو اقدم مطعم تقريبا. ده يمكن ده اقدم واحد فيهم. اقدم واحد في السوق. ده بقى له يمكن 60 70 سنه من قبل ما اتولد. بس سلطه. بصوا ده مخلل وطحينه وبابا غنوق. لا ده هنا في حاجه كتير. وعيش كمان عيش. لا ده كريم في العيش جامد. هنا بقى ايه البطل بتاع النهارده ومعالق التغليف 10 على 10. كده مهتم بكل تفصيله فيها. دي سعرها 150 جنيه. الثانيه كانت 160 جنيه. 160 جنيه يعني ده اقل من الاولاني من مطعم الجنايني. نفتح بقى
وطبعا بص هو حاطط هنا بقى ايه ورق سلوفان، وهنا عليه كيس بلاستيك وايه ومحتفظ بالسخونيه بتاعته. هنا بقى الشغل يختلف. لا هنا بقى الشغل يختلف. هنا في رز وبصل وكده، بس احنا ما طلبناش رز. هو راجل يعني ايه احنا كتر خير. كل الفراخ اللي احنا طلبناها ما طلبناش فيها رز. اللي هو الورك ده حط الورق. ننزل كده. بسم الله. بس مش عارف الصدر متقطع كام حتة. الصدر متقطع حتتين، والجلد مش شايل، مش عارف يعني هي تحس ان هي مجهدة. مجهده. هنا بقى الكلام يختلف شويه. هنا وزنها 660 جرام يا جماعه، يعني عايز اقول لكم ان ديت تقريبا وزن فرخه كامله. يعني انا اول ما شفت العيش قلت لك الراجل ده كريم، يعني ديت وزن فرخه كامله. بيضحي. الراجل ده بيضحي، جايب رز من غير ما نطلب منه. رز الفرخه هنا اكبر، نص الفرخه هنا اكبر من نص الفرخه الاولاني. دي حاجه. تاني حاجه هنا ب 150 جنيه، السعر اقل. اقل من التاني. المطعم الجناني كان 160. السعر فيها ب 160 جنيه، هنا 150 جنيه. بس اللي هنحكم فيه كل حاجه هو طعم. الطعم. اهم حاجه عندنا الطعم. أهم حاجة الطعم. ما عنديش مشكله يعني ايه طبعا تقل شويه تزيد شويه، هو بس جايب المهم الطعم. معلقتين. بس كده روما، احنا ندوق الرز الاول. قول بسم الله. بسم الله. هو رز عادي، يعني ايه البهارات اللي فيه خفيفه كده. اهم حاجه عندنا الفراخ على فكره. طيب. هو الرز طبعا عايزين نعرف طعمه. بصوا احنا هندوق ايه. بس الفراخ. انا بصوا يعني انا الفراخ هنا، انا بصوا هنا الورك عامل ازاي. الورك هنا مش عارف يعني هو ماله، يعني ايه تعبان ليه كده، متبهدل كده. طب هي ندوق. شكلها بس من وهم بيعبوا كده شكلهم ايه. بص هو انا في هنا حاجه مش عجباني، يعني بصوا هنا الفراخ من جوه مش متنضفه حلو الصراحه. وريني كده. بص كده من هنا الفراخ من جوه سودا، يعني ده سواد. العظم من هنا اسود، يعني دي اكيد فراخ يعني ايه مجمده او مش عارف، يعني اللي عنده بقى خلفيه يقول لنا. بس فاحنا ايه، احنا مش هندوق من الورك، احنا هندوق من الصدر. يلا يا باشا ندوق. هو هي دي فراخ، دي مش حاسس انها فراخ مشويه، حاسس انها فراخ مسلوقه ومحطوطه على الفحم. صح؟ طب ندوق. لا بس اكيد يعني سلاقه. بص احنا ناكل مع الطحين الاول كده. بسم الله. طعمها مش لطيف خالص، مفيش تتبيله، مش تتبيله. تحس ان الفراخ مسلوقه وحطها على الفحم. فاحنا عشان برضو ما نظلمهوش، هي واضحه. بصوا يا جماعه، بصوا لا هنا الفراخ مش حلوه خالص. الفراخ فيها عايز حاجة. اعرف يعني ده الدم مع السمار ده الشوي بقى اسمر ولا لا ده مش شوي. افتكر حالتين، لو دم مع الشوي ده مع مش الشوي الفراخ اسمر غلط. الفراخ من جوه بص عامله ازاي، مش منظر فراخ مشويه. بس خلينا نخش على اللي بعده. يلا بينا. قصر النيل ده اللي مستبشر فيه خير شويه. يعني برضه التغليف يا ريت برضه ايه ما يخيبش ظننا. الصراحه التجربه اللي فاتت ديت قفلت الواحد الصراحه يعني. فبيبان على الواحد كده مش عارف. دي برضه عيش في عيش تاني. ادي واحد اتنين. الكيس حاطط فيه يعني. هنا حاطط برضو واحد اتنين مخلل وخضار تلاتة طماطم 4 5 6 7 8 9 10. 10 عيش معانا. طبعا بصوا لا التغليف هنا بقى حلو، خيار وطماطم ومخلل. هنا طحينه. نقول بسم الله. هنا بقى الكلام يختلف برضه، بس برضه عندي رأي ان لازم برضه اهم حاجه الطعم. هو هنا جايب رز برضو من غير ما نطلب منه. فرخه حجمها كبير. هنا طبعا رز، هو احنا ما طلبناش برضه الرز، بس تقريبا برضه نص فرخه بينزل برضه معاها رز عليه بقى فلفل كده الوان وطماطم وبصل متشوح. احلى حاجه الفلفل ده. وهنا بقى الفرخه النص الفرخه كامل، يعني مش متقطع. يعني التجربتين اللي فاتوا كانوا متقطعين، كده احلى حاجه. لكن دولت ايه نص الفرخه هنا كامل. يعني التجربه اللي قبل دي بالظبط الصدر متقطع متهربد خالص. يلا بينا نوزن يا باشا. بسم الله. كده وزنها 488 جرام، اللي قبليها كانت 500 لا 600 وحاجه. يعني التانية كانت زيادة عن نص كيلو 160 جرام. ودي سعرها 160 جنيه يا جماعه. بصوا حجمها كبير، يعني بصوا حجمها وشكلها واخد بقى يعني ايه اللون الحلو كده بيلمع لون الشوي. ما هيش محروقه ولا هي يعني إيه لونها فاتح، لونها محمر وحلو كده. ندور الرز الاول كده، رز بسمتي عادي طبعا. يعني ايه احنا ما قلناش حط رز بسمتي، بس هو بيجي مع الوجبه تقريبا رز بس بسمتي. لونه حلو برضه. بسم الله.
حلو الرز طعمه ده، حلو. احسن من الرز اللي فات. مم. وهنا بقى ايه يعني ايه ندوق. هو مش كل حاجه كميه، الكميه اللي قبل دي كانت اكبر من دي بكام، 170 جرام، 172 ندوق جرام. الورك الاول، بس اهم حاجه الطعم. ندوق الورك الاول. هي يعني شكلها بصوا حلو. هنا بقى الفراخ بيضة. بص انا عايز بس اوريكم حاجه. هنا الفراخ بيضة اهي. يلا نقول بسم الله. بسم الله. دوق الصدر. مم. انا عاجبني اول الفراخ مفيش فيها زفاره. بسم الله. الصدر عاجبني احسن من الورك. مم. مش عارف ازاي، سبحان بس الله. التتبيله واحد، بس يمكن انت بتحب الصدر. بس الصدر هنا طري، ما هوش ناشف. الفراخ مش يعني ايه، مش بتعض. الفراخ هنا طريه فيه. كده يا الفراخ هنا يا جماعه نضيفه، يعني مش زي اللي قبل منه خالص. يعني بص بقى ايه، حته كده هتعيش كده دواني بالطحينه. هو هنا جايب طحينه وبابا غنوج. ده بابا غنوج وجاب واحد طحينه. ده بابا غنوج حلو بس عايز شويه ملح. الطماطم والفلفل الاخضر اللي بيتحط على الفحم ده يا جماعه والبصل، ده بيبقى طعمه حلو قوي. يلا هنا شويه ملح صغيرين بس. خيار وطماطم. عجباني انا اول وجبه دي ب 160 جنيه. هي احلى من تجربتين اللي قبل منها. احنا كده تقريبا ما عندناش كتير، يعني في ايه يعني 10 جنيه عن شراره كان ب 150. دي بكام؟ 160. 160. والجنايني ب 160. دي بسعر الاولانيه. بس كتجربه هنا، التجربه هنا حلوه. النظافه حلو، التغليف حلو، والطعم حلو. بس لسه معانا اخر معانا واحد تجربه واحده، دي اللي هتحكم بقى انه واحد. وهو بوابه دمشق، ويلا بينا عليه. يلا بينا. واحد معانا بوابه دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم. ده برضه تغليف ممتاز. ده هل شطة دي تقريبا ولا ايه؟ توميه ومخلل وسلطه كده، يعني ايه شبه صلصه الدقوس كده. اه بس بخيل قوي في العيش يعني. 2 عيش بس. يعني الناس القديمه ديت يعني كرمه شويه، بس هم قفلونا شويه من اتقفلت انا من شراره. من التتبيله. هنا برضو طبق، وبرضو محطوط عليه ايه بلاستيك وكده. ونفتح ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا ايه، لا بصوا بقى يا جماعه، الرز ده هنا شكله تحفه. ده ايه كميه الرز دي، فيها كميه رز رز. ياما. هنا قرن شطه، نص طماطمايه مشويه كده، والنص الفرخه كامله برضو مش متقطعه او متقطعه، بس يعني ايه واضح الورك الورك من لوحده الصدر. والصدر لوحده، وكل حاجه سليمه مفيش حاجه زي. بسم الله. ورك هنا حجمه كبير. هنا السعر كله، هنا الوزن 421 جرام. يعتبر اقل وزن فيه. اقل وزن فيهم واعلى سعر فيهم ب بكام؟ 175 جنيه. 175. مفيش معاها طحينه، مفيش معاها بابا بس غنوج، جاب توميه. معاها توميه، معاها سلطه دقوس ومخلل. بس كميه الرز كميه يعني الرز كبيره طبعا مليان على الاخر. بصوا كميه الرز قد ايه. والرز شكله حلو. رز برضو بسمتي كده كميه رز كتير. ندوق برضو الرز الاول كده، لان انا ايه يعني بيعجبني انا من الرز البسمتي ده، بحبه قوي. بسم الله. طعمه حلو. حلو بس تحس ان القرفه فيه واضحه كتير. بس حلو. يعني طعم القرفه ايه طاغي عليه. طيب انا بحب القرفه فيه يعني. نخش على على الورك. هنا بس بقى يا جماعه، هنا اللي انا بتكلم فيه. بصوا هنا الفراخ نضيفه من جوه. شايفين الفراخ هي واخده يعني محروقه شويه كده من قدام، يعني ايه، والفحم فيها ايه محروق الجلد، حرق الجلد شويه، لكن الفراخ من جوه نضيفه، ما فيهاش اي حاجه، مفيش فيها زفره ولا اي حاجه. يلا يا باشا دوق. امسك كده انت الحته الكبيره دي، واخد انا الحته دي. اقول بسم الله. بسم الله. ايوه بقى كده انا حاسس بطعم تتبيله. طعم تتبيله، طعم فحم. فراخ حلوه من جوه. اعلى تتبيله فيه. بس الفراخ نظيفه، عاجبني قوي ان الفراخ نظيفه، مفيش فيها ريحه زفاره. كنت اتمنى يبقى في معاها طحينه مش توميه، بس احنا ايه هنغمس كده ايه ميه. بس التوميه طعمها حلو. نعمل الصلصه دي كده، نحطها على الرز.
واديها بقى كده، وقول بسم الله. زي كده. بسم الله. لا التومية احلى، بالتومية احلى. الصلصة مش قد كده. بس الفراخ بس من جوه، من بره، بس الفراخ من بره ومن جوه. ده اللي انا بتكلم فيه، الفراخ بيضه من جوه ونضيفه. دي كده فراخ يعني مشويه على الفحم. يلا يا باشا ندوق. يلا بسم الله. بسم الله. التتبيله باينه في الوجه اكتر. هي حلوه، الصدر حلو بس، والتتبيله واضحه، بس انا حاسس ان الفراخ بتشد كده. مفتل شويه. انا حاسس ان الصدر بيشد شويه. بس هي تتبيله حلوه، الفراخ نضيفه مفيش فيها زفاره. بس على فكره الفراخ لما تشد تبقى الفراخ فريش. بس هنا في الفراخ التانية التجربتين اللي فاتوا كانت الفراخ فيهم ناعمه مش كده. متلجه. مش عارف، بس هنا يعني انا حاسس هنا ان الصدر بيشد، بس ما هوش مضايقني بالنسبه لي. انا مش مضايقني، لان يعني الطبيعي انا مبسوط. الطبيعي في الصدر احنا عارفين لما بنجيب فراخ من بيتنا، من سواء مربينا في البيت او شاريها من بره، الصدر بيبقى مفتل بيشد. يعني هو جايب 2 عيش بس، هو مزود لك في الرز. رز كميه كبيره، هو مقلل من هنا مزود من هنا. حلوه قوي الوجبه دي. طب يا جماعه احنا كده خلصنا المقارنه بتاعتنا. هنقول لكم بقى على احسن واحد او احسن مطعم عجبنا فيه. طبعا من حيث كل حاجه. اول واحد هو بابا دمشق، اللي هو اخر واحد جربناه. هو تقريبا يمكن سعره 175 جنيه، هو اغلى واحد فيهم. بس ده يدل ان الغالي ثمنه فيه. مهتم بالنظافه وبالجوده، وبعدين حاطط رز ياما. هو كان حاطط عيش شويه بس الرز هو ياما. يمكن ما كانش فيه عيش كتير. بس هو حاطط كميه رز، ما كانش فيه طحينه بس كان حاطط لك طوميه. بس التوميه كان طعمها حلو. وما كانش حاطط سلطه، بس كان حاطط صلصه كده حمرا سبايسي، كان طعمها برده مش وحش. بس الرز كان طعمه تحفه، كان لونه حلو. تاني واحد في المقارنه قصر النيل. قصر النيل، حلو قوي. تالت واحد الجنايني. اخر واحد شراره، لان فراخه ما عجبتنيش. فراخ احنا طبعا ما كملناش قدامكم، الفراخ ما كانتش حلوه اصلا، مش متنضفه. احنا مش نقول ما عجبناش من التتبيله، لا هي الفراخ ما كانتش متنضفه حلو. تحس ما علينا، كفايه عليك كلام لحد كده. اهم حاجه خلينا في الايجابيات. انا كنت عايز اطلعه خارج المقارنه بس عشان احنا طبعا من ضمن المقارنات. فبس دي كانت التجربه بتاعت النهارده يا جماعه. فانتوا لو حابين نجرب كمان ايه ونعمل مقارنات ايه ونجيب اوزان بقى او كده، اكتبوا لنا برده في الكومنتات. ويا ريت بقى توصلوا الفيديو ده ل 5000 لايك، علشان احنا النهارده يعني ايه بنحاول نعمل لكم مقارنات وتجارب وكده، وبنسافر وبنيجي. فاكتبوا لنا برده اسامي مطاعم نجربها من جديد للقديم، سواء في اسكندريه او في مصر او في اي مناطق عادي. ان شاء الله. وصلوا الفيديو ل 5000 لايك، ونشوفكم على خير فيديو جديد. نقول لكم يلا سلام.